بيلينغهام يشعر بالغيرة الشديدة من مبابي منذ انضمامه. كلمات قليلة لكن دويها كالانفجار. قبل أن نتحدث عن تكتيكات أو بطولات، نحن هنا أمام نيران خفية تشتعل بالصمت في قمة هرم كرة القدم. أهلاً بكم في هذا العرض التوضيحي. دعونا نضع العاطفة والانتماءات جانباً اليوم، لأننا سنغوص في تفكيك ملف شديد الحساسية. لن نطلق الأحكام، ولن نتبنى أي مواقف، بل سنقدم قراءة موضوعية ومحايدة تماماً لتسريبات مزعومة خرجت من داخل إحدى أهم غرف الملامس في عالم الرياضة. حسناً، لنبدأ. ولكن لحظة، ما هو مصدر هذه الادعاءات؟ نحن لا نناقش هنا شائعات من وسائل التواصل الاجتماعي، بل نستند حصرياً إلى ما وصف بأنه محادثات مسربة للاعب الفرنسي أوريليان تشواميني. ومن المهم جداً التأكيد على نقطة جوهرية: هذه مجرد ادعاءات وتصريحات مزعومة وردت في هذا التسريب، وليست حقائق مؤكدة من قبل النادي. نحن نقرأ الوثيقة كما هي بالضبط. القسم الأول: صراع الأضواء والغيرة. التسريبات تضع إصبعها على الجرح المزعوم، وتذكر صراحة أن بيلينغهام يشعر أن مبابي يخطف الأضواء منه. النجم الذي اعتاد أن يكون المحور والفتى الذهبي يجد نفسه الآن مضطراً لمشاركة هذا البريق الساطع. نحن نتحدث عن صراع نفسي بحت، صراع على المركز والصدارة قبل أي شيء آخر. ولتكتمل الصورة، دعونا نعقد مقارنة سريعة. من جهة نرى النجم البرازيلي فينيسيوس الذي بحسب التسريبات تقبل فكرة التعاقد مع مبابي. في المقابل، موقف بيلينغهام يبدو معزولاً، فهو لم يتقبل الفكرة يوماً، بل ولم يرغب بوجوده منذ البداية. هذا التناقض يوضح مدى تفرد عزلة موقف بيلينغهام مقارنة بباقي أعمدة الفريق. القسم الثاني: العزلة واستراتيجية التشويه. كيف تترجم هذه المشاعر على أرض الواقع؟ حسناً، التسريب يذكر تكتيكات محددة لعزل مبابي. أولاً، استغلال الأقدمية في النادي. ثانياً، استخدام علاقات الصداقة مع اللاعبين الأكبر سناً. ونتيجة، منع الوافد الجديد من الاندماج الحقيقي. إنها أشبه بهندسة اجتماعية خفية لبناء حاجز داخل المجموعة. وهنا يجب أن نتوقف قليلاً وندقق في تفصيلة بالغة الخطورة. النص يتحدث عن حملة تشويه واسعة النطاق ضد مبابي تجري حالياً. نحن لم نعد نتحدث عن مجرد جفاء كروي، بل عن هجمات خارجية منسقة تستهدف صورة اللاعب واسمه، وهذا يعطي أبعاداً مقلقة جداً لطبيعة هذا الصراع. وما يجعل الصورة أكثر تعقيداً هو الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحاولون فيها تشويه سمعته علناً. هذا النمط المتكرر من الهجمات يضعنا أمام تساؤلات حقيقية حول السياق التاريخي لهذا الاستهداف ومن يقف وراء تكراره. القسم الثالث: اشتباكات متوقعة في الأفق. أمام كل هذا التوتر، السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن: إلى ماذا سيؤدي هذا التصعيد في النهاية؟ غيرة، تكتيكات إقصائية، وحملات تشويه. فما هي النتيجة الحتمية داخل بيئة شديدة التنافس؟ الإجابة وبحسب النص الحرفي صادمة. سيقع بينهما اشتباكات عنيفة عدة مرات. نعم، هذا هو الادعاء الأكثر دراماتيكية في الملف. الكلمات لا تترك مجالاً للتأويل، بل تنذر بمواجهات مباشرة قد تتجاوز الحدود اللفظية لتصل لصدامات عنيفة ومتكررة. بوجود مبابي وبيلينغهام ستسود أجواء متوترة للغاية بينهما. تخيلوا فقط الأجواء اليومية في التدريبات بناء على هذا الاقتباس. هذا التوتر المشحون لا يؤثر فقط على اللاعبين المعنيين، بل يلقي بظلاله الثقيلة على الحالة النفسية للفريق بأكمله، مما يجعله تحدياً إدارياً بالغ التعقيد. لكن مهلاً، هل الجميع ضد مبابي؟ التسريبات تفجر مفاجأة هنا وتؤكد: لا توجد أي خلافات بين مبابي وأي شخص في غرفة الملابس باستثناء بيلينغهام. الأزمة المزعومة ليست رفضاً جماعياً للوافد الجديد على الإطلاق، بل هي ببساطة صراع ثنائي معزول تماماً عن بقية المجموعة. وفي النهاية يتركنا هذا العرض التوضيحي أمام تساؤل جوهري ومفتوح: كيف سيؤثر خلاف معزول بين نجمين بهذا الحجم على وحدة منظومة كاملة؟
لقد استغرقنا معا خبايا هذا الملف بتجرد تام لندرك أن ديناميكيات الفرق الكبرى قد تكون هشة للغاية أمام شرارة واحدة من الغيرة. شكراً لمرافقتكم لنا في هذا التحليل، ولكم دائماً حرية التفكير والبحث. إلى اللقاء.